يا مساء الخير على احلى متابعين لقناة فرن الابداع. النهاردة هعمل لكم السهل الممتنع، البسطرمة في البيت. طبعا احنا عارفين سعرها قد ايه. من النهاردة مش هنشتري اي بسطرمة من بره، حاجة نظيفة وبربع كيلو من اللحمة المفرومة. بتطلعي بسم الله ما شاء الله حاجة زي الفل. الطعم احلى بكتير من بره. ما تنسوش تعملي لايك وسبسكرايب ويلا على المقادير. دلوقتي عشان نعمل البسطرمة انا معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، معايا التوابل وهي اساس الخلطه كلها. معايا معلقه كبيره بابريكا، معايا معلقه صغيره من الكزبره او نص معلقه صغيره من الكزبره، معلقه كبيره ملح، احنا عارفين البسطرمه بتبقى مالحه. معايا ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه صغيره من الكمون، معايا معلقه كبيره من الحلبه المطحونه. ده هتلاقيها عند العطار، اسمها حلبه مطحونه مش حلبه عاديه، هي بتتباع كده، وده اساس السر اللي بيدينا الطعم. معايا ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معايا معلقه كبيره من الثوم، او انا حاطه بالظبط 5 فصوص ثوم، ومعايا حوالي نص فلفله حمراء اللي هي الحلو اللي مش سبايسي. لو حابين تحطوا شطه تمام. انا هضرب ومعايا لون طعام، ده حسب الرغبه، يعني انت لو عايزاها تبقى حمراء قوي زي البسطرمه اللي بتشتريها من بره هنحط نقطه او 2 من اللون الصحي. ده لون صحي بيتباع عند مستلزمات الحلواني او العطار، بس تخلي بالك من الصلاحيه عشان ما يحصلش اي تسمم او اي حاجه من كده. مش عايزه اللون احمر قوي مش هيفرق معاكي، بلاش، ممكن نستغنى عنه. انا دلوقتي هحط في الكبه واضرب كل المكونات ضرب حلو جدا، وهوريكم نعمل ازاي وهنكمل مع بعض. دلوقتي بصوا ده كده القوام اللي انا عايزاه. لو خدتوا بالكم بصوا هو يعني طري جدا، انا فرمته مره واثنين وثلاثه يعني بالطراوه دي. دلوقتي اللي هنعمله ان انا هجيب كيس من التلاجة وهبدا افرده فيه اهو، الكاس التلاجة العاديه، هبدا احط كميه صغيره فيه وهنفرده بسمك بسيط جدا. بصوا هوريكم دلوقتي. ببدا افرد كده كميه بسيطه جدا، احنا عايزينها رقيقه جدا. انتوا عارفين البسطرمه بتبقى اساسا يعني خفيفه خالص، فاحنا عايزينها بنفس السمك تبقى رقيقه خالص. بنفردها كده. انا معايا نشابه هبدا افرد بيها، لو مش عندك النشابه عادي افردي بايدك خالص، بس حاولي ان انت تساوي السطح عشان يبقى كله مستقيم. دخلي كده تبقى مالي كل الفراغات اهو، فتبقى قطعه واحده زي ما انتوا شايفين. انا فردتها بسمك رفيع جدا جدا، شايفين عاملين ازاي. انا دلوقتي قبل ما ادخلها في الفريزر انا هعمل ايه؟ بظهر سكينه وهحدد كده مربعات، انا مش هقطع، انا هحدد بس كده مربعات عشان لما تجمد في الفريزر نبدا نطلع منها ونشتغل على طول. البسطرمه دي يا جماعه ما ينفعش تتاكل كده، لازم الاول تتحمر في سمنه قبل ما نشتغل فيها. تمام. انا كده اهو عملتها مربعات زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله طلعت لي كميه. انا الربع كيلو ده اول كيس، انا هعمل تاني كيس هوريه لكم، يعني هتطلع لي بركه كبيره. بسم الله ما شاء الله هيشتغل معاكم حلو قوي. شايفين المنظر؟ انا دلوقتي هدخله في الفريزر وهوريكم لما هطلعه وهنحمره ازاي واوريه لكم منظره النهائي، وهكمل الكيس التاني واوريه لكم برده. بصوا انا بعد ما طلعت البسطرمه من الفريزر بدات اعمل بيها البيض اهي زي ما انتوا شايفين. طلعوا لي كميه محترمه. انت بتطلعي المربع وبتحطيه في معلقه من السمنه وتكسري عليه البيض. عايزه بقى بيض عيون اومليت زي ما انت عايزه، شغال معاكي زي اي حاجه من اللي انتوا بتشتريه من بره، لا احسن كمان عشان انت عارفه انت بتاكلي عيالك ايه. زي ما انتوا شايفين اهو بطلعه، لما احنا كنا مقطعينه بنطلعه مربع مربع زي ما انتوا شايفينه. عيالك مش هتصدق ان انت عاملاه في البيت من كتر جماله وحلاوته. شايفين متماسك ازاي وقوامه حلو ازاي. ما تبخلوش بقى علينا بلايك حلو زيكم ومتابعه